عارف اشهر لوحة في التاريخ؟ الموناليزا. الناس ما كانتش تعرف عنها حاجة اصلا لحد ما اتسرقت. تخيل ان اشهر لوحة في التاريخ كانت مجرد لوحة عادية جدا لحد ما اتسرقت، وساعتها بس العالم كله بدأ ياخد باله منها. سنة 1911 وفي يوم عادي جدا حصلت جريمة هزت فرنسا كلها. الموناليزا لوحة ليوناردو دافنشي اختفت من مكانها في متحف اللوفر. الامن اتجنن والناس اتصدمت، والصحف كانت بتكتب منشتات بحجم الباب الرئيسي: اين ذهبت الموناليزا؟ بس السؤال الحقيقي كان مين اللي سرقها؟ فيناتشينزو بيروجيا، شاب ايطالي كان شغال عامل نظافه في المتحف. استخبى جوه المتحف لبعد ما قفله، وفك اللوحه من على الحيطه وخباها تحت الجاكيت بتاعه وخرج بيها من المتحف. والغريب ان عدى 24 ساعه ومحدش اكتشف ابدا اختفاء اللوحه. وبعد ما اكتشفوا اختفائها فرنسا كلها دخلت في هستيريا، حتى بابلو بيكاسو اتقبض عليه واتحقق معاه. هتقولي ليه؟ لانه قبل كده اشترى تماثيل كانت مسروقه من المتحف ده، فبقوا شاكين انه ممكن يكون ورا سرقه الموناليزا كمان. بس الحقيقه ان محدش عرف حاجه عن اللوحه لمده سنتين كاملين، لحد اما اللي سارقها قرر يبيعها في ايطاليا وقال للتاجر دي ملكنا ورجعتها للوطن. بس التاجر بلغ الشرطه واتقبض عليه، ورجعت اللوحه لفرنسا سنه 1913. ومن ساعتها بقت الموناليزا مش بس لوحه عاديه، دي بقت اسطوره ورمز واشهر وش فني في العالم، مش علشان ابتسامتها الغامضه لكن علشان السرقه اللي حولتها من مجرد لوحه لاسطوره عالميه. تفتكر لو ما كانتش اتسرقت كانت هتبقى مشهوره كده، ولا كانت هتفضل لوحه عاديه وسط الالاف؟ اكتب لي رايك. لو عجبتك القصه يا ريت لايك وتتابعني، واستناني في القصه الجايه. سلام.